شايفين الشيبسي القمر ده؟ سامعين القرمشة؟ مش عارفة ان كان الصوت واصل ولا لأ. صوت قرمشته، وكل الشيبسيهية لوحدها ومقرمشة ومتماسكة زي بتاع بره بالظبط، وانضف واحسن 100 مرة، ومقلي قدامك ونضيف، وحاجة معمولة قدام عينيكي. بجد حلو قوي، جربيه، طعمه حلو وكريسبي قوي. هنجيب البطاطس الفاتحة اللي هي مخصصة للتحمير، نبعد عن الغامقة خالص، لان الغامقة دي اللي هي بتسود وبتشرب زيت في الطاسة. اول حاجة هنجيب البطاطساية ونقشرها، بعد كده هنقطعها في قطعة الشيبسي اللي موجود عندك. انا عندي القطعة دي هي قديمة شوية بس ما بقدرش استغنى عنها، بتطلع لي الشيبسي كويس وسوا بعض، ومفيش واحدة تخينة وواحدة رفيعة، لا كله بيبقى سوا بعضه. زي ما انتم شايفين بقطعها، وكل الكمية دي من بطاطساية واحدة. يعني بطاطساية واحدة مطلعة لي الكمية دي كلها. بس كده بغسلها، وبجيب طبق واحط فيه مية من الحنفية عادية، وانزل فيها بكيس بيكنج باودر. والسر اللي في الموضوع اللي هيخلي شرايح البطاطس الشيبسي مقرمشة زي شيبسي المصانع هو كيس البيكنج باودر اللي بننقعه فيها لمدة ساعة. وبعد ساعة هنلاقي ان كل واحدة شيبسي بعيدة عن التانية، يعني مش هنلاقي البطاطس او شرايح البطاطس لازقة ببعضها، هنلاقي كل واحدة منفصلة عن التانية. بس بعد كده بجيب طاسة ويكون فيها زيت سخن وزيت غزير، وانزل بقى على بنزل بالبطاطس واحدة واحدة، او لو عايزة تحطي كمية مع بعضها بتحطي عادي لانها مش هتلزق في بعض. بعد كده اقلبه علشان يستوي من كل الاتجاهات، واسيبه يديني اللون اللي انا عايزاه اللي هو اللون الذهبي. وبعد ما شرايح الشيبسي تتحمر معايا وتاخد اللون الذهبي، بطلعها على مناديل علشان يشرب اي زيت موجود فيها. وبس، طريقة سهلة وبسيطة وحاجة نظيفة معمولة في البيت، ومن بطاطساية واحدة عملنا كمية قد ايه. شوفي انتي بقى دلوقتي تجيبي كيس الشيبسي تلاقيه هوا ونصه فاضي، ويا دوبك فيه 4 أو 5 وحدات، وكل شوية كمان بيرفعوا في سعره. طيب ليه؟ انا عن نفسي احب اعمله في البيت للاولاد بطريقتي. شيبسي مقرمش وجميل ونضيف ومقلي في زيت نضيف، وانت اللي عاملاه في البيت قدام عينيكي، وهم هيفرحوا بيه جدا. والبطاطسايه الواحده بتطلع كميه كبيره قوي. ولو حابه تحطي عليه اي طعم من الاطعمه اللي بتتباع في السوبر ماركت عادي حطي عليه، بس ما تكتريش. طبعا هو في منها انواع، في بالجبنه والطماطم او الفراخ او اي طعم انت تفضليه. هتحطي عليه بس كميه بسيطه، ما تكتريش علشان برضو الحاجات دي مضره، وتقدمي لهم اجمل وانضف واحسن شيبسي. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.